ما بيردش ليه؟ رحت فين يا احمد تاني؟ رحت فين؟ يا رب يا رب يا رب. شيماء شيماء، احنا رايحين مستشفى الميداني ولازم تيجي معانا. انا مش هينفع اتاخر. ما تخافيش، مش هتتاخري، هتروحي وتيجي بنفس ميعادك. في ناس كتير هناك مصابه ومحتاجين مساعدتك. وما تخافيش من حاجه، مش هنخرج من الخيمه بتاعت الاسعاف خالص. يا جماعه انا مش هينفع اتاخر النهارده. يا بنتي انت قلقانه ليه؟ امال احنا لازمتنا ايه؟ دي شغلتنا يا بنت ولازم نسعى في الناس. معلش روحوا انتوا وانا هاجي معاكم يوم تاني. لا هتيجي معانا. في ايه يا شيماء؟ من انت كنت بتتاخري في الواجب. طب انا هاجي معاكم. ماشي يلا. سامحيني يا مدام، انت عارفه ان اللي حصل لي ده حصل لي غصب عني والله. الحمد لله انها جت على كده. اتفضلي. انا اتصرفت في نص المبلغ وبستأذنك يعني تصبري عليا شويه لغايه ما اتصرف في النص الباقي. خلاص يا مديحه، الحساب كده وصل. ازاي وصل؟ الفلوس اللي ضاعت هنشيلها مع بعض، انت النص وانا النص. وانت ذنبك ايه؟ ما فيهاش حاجه يا مديحه، انت ياما شلتي الاتيليه وجي الوقت بقى اللي انا اشيل معاكي. يلا قدر ولطف. تشكري يا مدام، والله ما انا عارفه اقول لحضرتك ايه. تقولي الحمد لله انها جت على كده. الحمد لله. الو، ازيك يا شيكو؟ ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ وحشتيني يا بت. عامله ايه انت واختك؟ كويسين؟ طب الحمد لله الحمد لله. وحشني والله العظيم وحشني. وامك يا بت؟ نفسي اسمع صوتها. امك وحشاني قوي يا شيماء. لسه زعلانه ولا راقت؟ كلميها يا شيماء، كلميها وفهميها. امك ما بيجيش غير بالزن يا بنت. زني عليها، قولي لها ديبو مش طفشان، ديبو راجع تاني. قولي لها كمان اني ما عملتش كده غير عشانها هي وعشانكم. انا عايز اجيب لكم كل حاجه، عايز اجيب لكم احسن حاجه في الدنيا. فهميها يا شيماء، احضنيها، احضنوها لي. قولي لها الحضن ده من ديبو. قولي لها بس كده وهي هتفهم. حضن جامد يا بت. ها؟ ماشي يا شيكو. مع السلامة. كويس يا شيماء. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. لو عوزت أي حاجة قولي لي. ماشي يا شيماء. أختك في عينك يا بت. ها؟ فيها في عينك. مع السلامة. سلام. بعدين يا سماح تفضلي بصلي كتير؟ بملي عيني منك، مش كفايه الفتره اللي فتني فيها؟ مالك يا راي؟ مالي، انا كويس وزي الفل. لا كويس ولا زي الفل، وانا تايهه عنك ولا لسه عارفاك امبارح؟ من دخلتك عليا بعرف فيك ايه؟ من يوم ما رجعت من السفر وانت متغير، وبعدين كمان واخد جنب مني، وانا بصراحه قلبي متوغوش. في ايه؟ قلت لك مفيش حاجه. بعدين ما تقلبيش الترابيزه عليا، انت مش مظبوطه وحالك بتشقلب بالك شويه. مالك؟ ولا حاجه، بس يمكن يعني تعبانه شويه اليومين دول. ويدخل التعب بالاكل؟ ما بتاكليش معايا ليه؟ ما اعرفش، مش قادره اكل كده، وبعدين يعني كمان النوم مقطع. طب ما تروحي الدكتور احسن تكوني. ما تكملش، مش اللي في دماغك يا اخويا، مع اني كان نفسي. انا عارف ان الموضوع ده هو اللي مش قلب لك حالك، بس انا اقول لك كلمتين حطيهم حلقه في ودنك. احلى نعمه ربنا اداها لنا العقل، والواحد لما بيحب حد بيبقى عايز يخلف منه 100 عيل، مش عيل واحد. بس مش في الزمن ده يا سماح. وماله الزمن ده؟ ما هو زيه زي غيره. لا يا سماح، الزمن ده مش زي غيره. الزمن ده وحش، زمن صعب قوي، زمن اللي قبلك اعمى كل عشاه، زمن القوي بياكل الضعيف. وانا ما بضمنش ابني يطلع قوي وما اقبلش ابدا ان هو يكون ضعيف. عشان كده لازم اعمل له مستقبله، لازم اعمل له فلوس، اعمل له فلوس كتير قوي. مالك يا راي؟ دي اول مره اسمعك بتتكلم عن الفلوس يا اخويا. ولا عمري هتكلم تاني عن الفلوس، بس لما نتكلم على ابننا يبقى لازم نتكلم عن الفلوس. ما هي مستوره والحمد لله. الستر في الزمن ده عايز اكتر بكتير، عايز فلوس كتير قوي. لازم الواد يطلع يلاقي كل اللي هو عايزه، لو نفسه في حاجه يلاقيها. انا حرمت نفسي وحرمتك بالخلفه احسن 100 مره ان هو يطلع يتحرم من اي حاجه.
قوم يبص من الشباك يا سماح، شوف العيال شكلها عامل ازاي، بص على وشوشهم، نفسك ابدا يطلع شبههم. لا بس ربنا هو اللي بيرزق يا اخويا، هتتدخل في حكمه ربنا؟ اسمعي الكلام يا سماح وقفلي الموضوع، ولو مشاعرك دست عليكي دوس عليها بالجزمه، حكمي عقلك. العقل بيقول اللي حصل فينا قبل كده بلاش يحصل فينا تاني، فهمتي؟ ولا اقول كمان؟ قول. يعني ايه يا اخويا مش لاقيني؟ بقول لك ايه، انا الكلام ده ما ينفعنيش. انت تتصرف وتجيبهولي من تحت الارض. اسمعني كويس، ما تقطعنيش. انت تشوف البت اللي كانت معايا كده عارفه مكانه. يلا غور. يا بت انتوا لسه بتقولوا يا هادي، خلفة ايه دلوقتي؟ خدوا لكم فترة الأول كده حبوا بعض وتدلعوا على بعض، وبعدين يا اختي بيفكري في الخلفة. انت هبله يا جيجي؟ ها؟ هبله بنت ولا عبيطه؟ وانا بقول لك دلوقتي، بقول لك في العموم مش عايز يخلف من اساسه، يعني ان شاء الله حتى بعد 10 سنين. يا لهوي ليه كده؟ هو عنده عقدة من العيال ولا ايه؟ شكله كده، اجي له يمين يجي لي شمال، اجي له شمال يجي لي يمين، مش عايز موضوع الخلفه ده خالص، عمال يقول لي مش عايز العيال يطلعوا زينا ويشوفوا التربيه اللي احنا اتربيناها. يا اختي هي الرجالة بقت مالها؟ واحد مش عايز يخلف والتاني مش عايز يتجوز. يا بت هو العيب عندهم يا بت ولا عندنا احنا؟ عندنا ايه كفاله الشر، شكلها شوطه وجات له. بقول لك ايه يا جيجي، ايه؟ تفتكري يا اختي رايق عايز يطلقني؟ الشر بره وبعيد، بتقولي كده ليه؟ ما هي واضحه يا اختي زي الشمس، مش عايز يخلف مني عشان يبقى خفيف خفيف، لما يعوز يخلع ما يبقاش وراه ديل. وحياة امك هو كان داخل يتجوز يا بت ولا داخل يعمل نصبايا؟ بقول لك ايه، بطلي الافكار الخايبه اللي في دماغك دي. هو الجواز يا جيجي ينفع من غير عيال؟ بس يا واد هص يا بنت اخرس ياض، ولما حد فيهم يغلط نديله بالخرطوم فوق نافوخ. يا سلام، انت بقى مش عايزه عيال تربيهم يا بت، عايزه عيال تنتقمي منهم. والله الرائع كان عنده حق. يا سلام. بص يا يوسف، أي ست في الدنيا متبقاش عايزة غير حاجة واحدة بس، راجل يحبها، يخاف عليها، يحميها وتعتمد عليه. وأنا عارفة إن أنت بتحاول تعمل كل ده معايا دلوقتي. ما أكدبش عليك، أنا حاسة بيك، حاسة بكل كلمة أنت قلتها وعايز تقولها، بس بحاول أهرب من الفكرة دي. واللي وجعني قوي إن أنا كل ما أفكر فيه بلاقي الموضوع صعب. صعب لانك لسه شايفه صوره سعيد في دماغك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سعيد حاجه وانت حاجه تانية خالص. وما دام انا حاجه وسعيد حاجه تانية خالص، يبقى ايه اللي صعب الموضوع كده؟ صعب يا يوسف، صعب، عشان خايفه ان انا احب واتوجع تاني. انا اخر واحد في الدنيا ممكن يأذيكي قوي ويوجعك. غاليه، واحده بخبرتك وبعلاقاتك وباللي شفتيه في حياتك، تقدري تميزي كويس قوي بين اللي بيحبك بجد وبين اللي بيضحك عليكي. عندك حق، بس هو ده اللي قلقني، خبرتي اللي فاتت. مش قادرة أصدق إنه في حد كويس زيك كده يا يوسف. مش عشان ما شفتيش حد زيي يبقى ما فيش حد زيي. كلامك اللي بتقوله ده بيخليني أحس حاجات حلوة قوي، وأي واحدة تحب تسمعه وعايزة تبقى معاك دلوقتي. بس أنا برضو خايفة مني؟ عليك، خايفة أكون بظلمك معايا، خايفة يكون الإحساس اللي جوايا ده بس إحساس رد جميل. قصدك تقولي ممكن تكوني ما بتحبينيش؟ ممكن. انا مش عايزك تحبيني دلوقتي. كل اللي انا بطلبه منك انك تسيبيني انا احبك. كتير عليا؟ انتوا بقى ايه حكاية